تفلت يدها من المغسلة وتمسك في المغسلة، في طرف المغسلة، تقول أنا طاح المغراف من يدي ووصلت انفجعت. كيف ميتة أجي أغسلها تقوم تمسك في دكة الغسل. قلت يا أم فلان كلام هذا؟ قالت أقسم بالله العظيم والمغسلة موجودة وحية. تقول يا شيخ تمسك. قلت لها طيب إيش الحل؟ قالت تجيب لي الهلال الأحمر وتجيب لي دكتورة، أنا ما أغسل واحدة حية. يا أم فلان عشان أجيب واحدة دكتورة الهلال الأحمر فيها مسألة لي. قالت لي يا شيخ أنا ما أغسل واحدة حية، تجيب لي الآن الهلال الأحمر. قلت طيب، اتصلت بالهلال وقلت له كذا وكذا كذا. قال لي متأكد؟ قلت له نعم عندي مغسلة وأنا أتحمل الكلام. وجات الهلال الأحمر وجات الدكتورة ودخلت وكشفت على الميتة هذه. قالت ميتة حسب التقرير، تاريخها ميتة ما في. قالت أبد أشهد يشوفوا بناتها أخواتها فأنكروها. قالت لا أمي وأختنا ميتة عادية. قالت ما قصرها. فقامت بنتها هذه اللي كانت تبكي أول لما شافت ما قدروا يطلعوا أمها على الدكة، قالت لها طيب أنت أجلسي هناك على الكرسي وقولي لنا إيش نسوي نحن نسوي. اجلسي قولي لنا إيش نسوي نحن نسوي. قالت طيب ما عندي أنا ما أتحمل أغسل وحدة حية. جلست على الكرسي وجلست جنبها هذه البنت اللي تبكي. وأول ما شافوا بتقول لهم كيف يجردوا أمه ويقلبوا، والبنت هذه تصيح تبكي تصيح. فادتها مويه باردة قالت لها يعني خف من البكاء أمي كلام في موضوع الشفقة، الاختصار كده موضوع الشفقة والرحمة. بعد ما انتهينا من الكلام هذا جيت قلت لها يا أم فلان أسأل أختها بنت هذه اللي قاعدة تبكي إيش قصة أمها؟ كيف ماتت؟ كيف حالتها أنت شفتي كده؟ فجأت تسألها قالت لها مالك شغل؟ أقول لك لو سمحتي مالك شغل. قالت لها الشيخ يقول سوف أتعلق أنا وأنت مغسلة وأنا والشيخ يتعلق في رقبتك يوم القيامة، لازم تقولي لنا السبب، والشيخ ما حيفضح أمك ولا أنا أفضح أمك، بس نبغى نعرف إيش كان عملها في الدنيا. والله يا أخوان تابوا علي كثير من الفتيات وكثير من النساء تابوا على المقطع هذا واتصلوا فيها وأعلنوها توبة، وعندي تسجيل لبعض التائبات على هذا المقطع. فلما عرفت كده قالت أنا أكون غريمكم أمام الله لو ذكرت أي حاجة توضح أن هذه أمي أو اسمها كذا أو إنه اندفنت كذا أو صلي عليها في كذا أو في مقبرة كذا. قلت لها طيب شوفوا البنت هذه كيف تشهد على أمها